معلومة بس يا جماعة، احنا حابين نوضحها للناس اللي بتقعد تقول الطرق غلط والطرق صح. احنا بس هنوضح المعلومة دي بس بطريقة مختلفة. دي قالوا يا جماعة كوبايتين شاي، واحدة كوباية شاي الشاي بتاعها مظبوط تمام، يعني السكر اللي فيها مظبوط والشاي اللي فيها مظبوط تمام. ودي يا جماعة كوباية شاي تانية بس الشاي اللي فيها خفيف والسكر اللي فيها مظبوط تمام. طيب كوباية الشاي دي بتختلف عن كوباية الشاي دي في ايه؟ اقول لك انا، الشاي اللي هنا هو الشاي اللي هنا، والسكر اللي هنا هو السكر اللي هنا، والمية السخنة اللي هنا هي المية السخنة اللي هنا. ازاي دي بقى كوباية شاي مظبوطة وكوباية الشاي دي هتتعبك لو شربتها ما هياش مظبوطة؟ اقول لك بقى الحكمة هنا في ايه، دي بقى اللي انا عاوز اوضحه تمام. المقادير اللي هنا ما هياش هي اللي هنا، دي بترجع للخامات اللي انت بتشتغل بيها، فيه ليها مقادير. لو انت كترت من المقادير، يعني مثلا انت بتشتغل بزبداج وبزنج وبغيره، لو انت كترت الغيره المعجون هيبقى شديد تمام تمام. طب لو انت كترت الزبداج وزودت وخففت الغيره المعجون هيبقى ضعيف تمام. طب لو انت ما حطيتش زنج على الاسبداج والغيره المعجون مش هيبقى مربوط، مش هيربط معاك تمام. فهنا المشكلة بقى حضرتك في ايه؟ المشكلة هنا في حضرتك انت طلعت تشتغل بالطريقة او تشتغل بالخامات ما عرفتش تشتغل بيها فطلعت عيبت في الطريقة. فعلشان خاطري مش ذنبي ان انت ما انتش عارف تطلع تعمل معجون بلدي وتطلع تقول المعجون بيقشر، او تطلع تقول المعجون ضعيف، او تطلع تقول الطريقة البلدي غلط. لا، المشكلة يا حبيبي مش فيك، المشكلة في اللي عمل المعجون. هو زود خفف المقادير هيديلك زي ده كده. ما هو ده معجون بلدي وده معجون بلدي، اشمعنى ده كويس واشمعنى ده وحش؟ طب ما هو اللي هنا اسبداج وغيره وزنج واللي هنا اسبداج وغيره وزنج، بس هنا الغيره هنا خفيفه، هنا الغيره مظبوطه، هنا الاسبداج مظبوط، هنا الاسبداج مظبوط، هنا الاسبداج خفيف، هنا الزنج مظبوط، هنا الزنج خفيف، الغيره هنا مظبوطه، الغيره هنا خفيفه. فهتيجي تبص يبقى نفس الكلام ده، دوت زي بعض. ما هم مش زي بعض، واحدة تقيلة واحدة مظبوطة وواحدة زي عسل النحل. فالمشكلة يا حبيبي ان انت تطلع تقول الطريقة غلط وتطلع بعد كده تقول لي كل الطرق صحيحة وكل واحد يشتغل بالطريقة اللي تريحه. يبقى انت ريح لي دماغي وما تطلعش تعيب في الطريقة ايا كان هو مين. ده الكوبايتات مالكش دعوة بدي، دي مالهاش دعوة باللي احنا بنقول. ده انا هنكسرها في دماغ اي حد بعد كده هيطلع يشتكي في الطريقة البلدي. الطريقة البلدي احنا بنشتغل بيها والمحافظة كلها بتشتغل بيها والبلد كلها بتشتغل بيها ومحدش بيشتكي منها. فمش مشكلتنا ان انت ما انتش عارف تشتغل بالطريقة. ما تطلعش بقى تعيب في الطريقة. العيب مش في الطريقة ولا العيب في الخامات، العيب في اللي دور الخامات. ده اللي كانوا كلمتين ووضحنا اللي احنا بنوضحه ده عشان الناس اللي بتطلع وتعيب في شغل الناس وتقول الطرق غلط والطرق مش عارف ايه. ما هوش الصح ان انت تطلع تعيب في شغل الناس او تطلع تعيب في طريقة انت ما انتش عارف تستخدمها. والمشكلة مش في الطريقة ولا المشكلة في الخامات، المشكلة ان انت حضرتك ما انتش عارف المقادير بتاعة الخامات. ده يا جماعة كانوا كلمتين واحنا حبينا نوضح زي ما انتوا شفتوا كده. واحنا يا جماعة احنا اسفين ليكم، ده اللي كانوا كلمتين والله انا كنت حابب اوضحهم بس بطريقة مختلفة عشان يخشوا ايه دماغ الناس اللي ما هياش اخده بالها. ونشوفكم في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا.